لو عايزين أكلة سهلة وسريعة الفيديو ده معمول علشانكم. بس قبل ما نبدأ أي حاجة نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وعلى صحبه أجمعين. خلينا يلا نبدأ ونشوف ازاي نعمل الفراخ المشوية بطريقة سهلة وبسيطة جدا، ومن النهاردة مش هتحتاجي تشتريها من بره خالص. بس يا رب النهاردة يكون يومكم كله رزق وخير وبركة. يلا نشوف وصفتنا الجديدة. انا هنا معايا وراك. انت عايزه تعمليها بفرخه براحتك خالص، هتجيبي فرخه كامله وتقطعيها برضو على 4 تربع وما تحاوليش تجيبيها كبيره، او يعني مثلا خليها كيلو ونص. انا هنا كانت الوراك كبيره معايا شويه بس بطل. هنا هنجيب الوراك زي ما انت شايفه كده او الفراخ، ولازم تقطعي تفتحيها في اللحم لغايه ما توصل معاكي العظم عشان التتبيله تخش جوه اللحمه. دي حاجه. تاني حاجه عشان تستوي معاكي بسرعه زي ما انت شايفه كده. تقطعيها من قدام ومن ورا، بس ما تحاوليش تقطعيها بالجلد عشان الجلد لما بيتقطع بتخليها تنشف في الفرن. يعني سهله وبسيطه بس هتعجبك جدا جدا جدا. كده انا قطعتها كلها. كده بقى احنا جينا لوقت التتبيله. هنحط بصلايه وسط مبشوره بالميه بتاعتها، مش هنصفيها ولا حاجه، طماطميه مبشوره و3 معالق زبادي كبار. وممكن تستغني عن الطماطم لو عندك كاتشب او صلصه طماطم، ده او ده. وممكن تحطي برضو كاتشب مع صلصه الطماطم. دي معلقه عسل. مش عندنا عسل ابيض نستبدلها بمعلقه سكر اللي هي معلقه الشاي الصغيره ديت. هنا 3 معالق زيت كبار. الزيت بيطري الفراخ جدا. 3 معالق خل كبار برضو. نيجي بقى للتوابل. طبعا معانا معلقتين ملح، وهنحط طبعا معلقه فلفل اسود، وهنحط معلقه بهارات فراخ. ودي يعني قرفه بسيطه جدا، حاجه كده على طرف المعلقه. ربع معلقه صغيره قرفه، وهيبقى ربع معلقه صغيره زعتر. ما تحاوليش تكتري فيهم عشان ما يضيعش طعم الفراخ. وهتروحي حاطه ربع معلقه جنزبيل صغيره برضو. انما التوابل الفراخ دي بنحطها معلقه كبيره، معلقه يعني ملح كبير. هتيجي بعد كده تقلبيها بقى. لازم تقلبيها كويس جدا عشان تخلي التتبيله تمتزج مع الفراخ كويس قوي. هتسيبيها مثلا 3 او 4 ساعات، تغطيها وتشيلها في التلاجة. طب لغايه ما الفراخ تتبل هنعمل شويه رز تحفه هيعجبوك جدا. دي بصلايه كبيره مبشوره، طبعا معاهم 3 معالق سمنه كبار. هتسيبيها لما طبعا انا هنا طبعا فتحت الحله اغطى كذا مره وقلبتها كتير لغايه ما وصلت اللون ده. ما تسيبيش البصل متغطي عليه بس كده يتحرق منك. وهتحطي معلقه طبعا الملح بتاعك تبع حسب الرز اللي انت هتعمليه. وهتحطي معلقه بهارات وهتحطي برضو ربع معلقه قرفه صغيره. وتروحي مقلباه كويس مع بعض زي ما انت شايفه كده. طبعا تضيفي الرز. انا هنا عامله كوبايتين رز، وتروحي مقلباهم كويس. ده رز بسيط كده بالخلطه، بسيط يعني حاجه بسيطه كده، بس هتلاقي طعمها جميل جدا على فكره. تقلبيه كويس قوي كده لما تحسي ان الرز والبصل امتزجوا مع بعض جامد. تروحي نازله عليه بالميه بس كده، وهتسيبيه يغلي. وهوريهولك في الاخر هيبقى عامل ازاي. هنا بقى الخطوه دي احنا هنعملها في الفرن. الفراخ والله هتطلع اكنها مشويه من بره. طبعا انت ممكن تحطيها على شوايه فحم، ممكن تحطيها على جريلا. هنا انا عملت جبت صينيه وحطيت فيها ميه سخنه، وحطيت فيها بصل مقطع، طماطم مقطع، ليمون. حطي ليمونه بس كفايه واحده، ما تزوديش ليمون. وورق لورا. وحطي ملح وفلفل وبهارات كمان. انا هنا بصراحه ما حطيتش بهارات، بس لا حطي كمان البهارات اللي انت حطيتيها في تتبيله الفراخ. عايزه اقولك بتفرق معاها جدا. طبعا عندك الشبكه بتاعت الشوايه بتاعت الفراخ المشويه تمام. مش عندك شبكه مثلا بتاعت الفرن برضو تمام. انا دي كان فرن اللي هو الكهرباء الصغير ده. انا خدت الشبكه بتاعته وحطيتها على الصينيه. طبعا انتي بتعملي هنا بقى، لازم ندهنها كويس زيت عشان الفراخ ما تلزقش فيها. بس كده. وهتروحي رصه عليها الفراخ زي ما هتشوفي معايا كده. مش قادره اقولك والله الوصفه دي هتعجبك جدا على فكره. هتخليكي تستغني عن الفراخ من بره اصلا. وممكن طبعا التتبيله دي تبقى جميله جدا جدا لو هتشويها على فحم كمان هتبقى تحفه على جدا. هنا انا نفضتها من التتبيله بتاعتها، ورحت حطها حطيتها على الصينيه زي ما انت بتشوفي كده. انا برصها. التتبيله بتاعتها هنعمل بيها بقى بقيه التتبيله اللي موجوده هناخدها نحطها في الميه زي ما انت شايفه معايا كده. هتاخديها او هتدهني منها الاول تدهني منها على الفراخ، والباقي هتروحي ضيفاه في الميه بتاعت الصينيه. كل ده هيطلع على الفراخ تاني هيديها طعم وتتبيله تحفه. بس كده. قبليها طبعا هتكوني مسخنه الفرن، سايباه يعني متولع قبلها بشويه. وتروحي مدخله الصينيه
لمده مثلا ايه ربع ساعه، هي هتلاقيها لونت لوحدها. اللون ده انا ما عملتش فيه اي حاجه تاني، هي لونت من غير ما افتح كمان شوايه ولا اي حاجه خالص. بس كده هتروح ملونه معاكي، وتروحي مغطيها بعد كده بورق فويل، هتسيبيها تكمل بقيه تسويتها. هي بتقعد مثلا من ساعه لربع ساعه، طبعا حسب حجم الفراخ وحسب كميه الفراخ. انت بقى كل شويه ايه تبصي عليها من بعد ما يعدي ساعه الا ربع. بس شفتي الرز بقى عامل ازاي؟ تحفه، مش قادره اقولك طعمه جميل قد ايه جنب الفراخ. وبس كده، وبكده تكون وصفتنا خلصت النهارده. ويا رب الوصفه تكون عجبتكم، ان شاء الله هتعجبكم. ما تنسوش تجربوها وتقولي رايكم في كومنتات. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ربنا يجمعكم دايما على الخير واللمه الحلوه يا حبايب قلبي، وبالف هنا.